حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليرضوا به عن البلاء ثم على من حيث مس زامرت يبرأ بلا بد وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل وصحبه سوي العلاء محتاج الأصحاب للصفات هذا وإن اليوم سوء أوجاعي مبتغيا عونا المجيب داعي وأسرقي إليهما من الدرد قد مسني حتى راني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيوم رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهمهما وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآلام والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا صاحبي يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا صاحبي أنزل دماءك مكان الداء ولا تحملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم
وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدر على بلائك لضعف يسر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أبداهم لينبغي الخبائر فلا تواقص بما لا ينقص ولهم بالذي لا ينفع يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوم واغنى بهم بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلاء فنكفى درا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائلين واجعل جميع السائلين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واغنى يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واغنى يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم في عونا وخيرا وكفهم بلاسا وليا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا ونسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اسفداد النسب واجعل لنا غلانا عسى ساخدة تفضلا فنوسا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تعب بلا شقاق وهب لنا مكارم الأخلاق ما تعب بلا شقاق وهب لنا مكارم ما تقبل بلا سقاق
بلا تنازل ولا تحاسب ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا تكون في الدارين خير وبلغ وكفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام هند الممات وغدا اليوم القيام بجاه خير من سفى الأمراض ووهب المرهوب والأخلاق محمد طبيبنا الهمام المبري الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآله مع سعاد الكرماء ما أفلح المسؤول بالدعاء وأوذي المريض باستسقاء وللناس أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء تفارق من لبس شفاء ودم عليه في المساء والصباح وانسا تنل شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى